في مركز مجدي يعقوب للقلب كل جنيه بتتبرع بيه مش بس بينقذ قلب طفل، ده بينقذ حياة عيلة. حضرتك كنت مدير تنفيذي لنادي اهلي النادي دبي. الاهلي في دبي، نعم. زين. فهذه تخيلي انت يعني ان يعني اول لاعب غير اماراتي كان مصري. كان مصري. مدربين مصريين في كرة القدم او غير كرة القدم عدي، ما اعداد يعني ما تنتهي من لاعبين في مختلف الالعاب موجودين مصريين يعني تلاقينهم في كرة السلة، في كرة اليد، في كرة الطائرة، في الالعاب المختلفة اللي فيها النظام ان فيها لاعب غير اماراتي. كل من اللاعب المصري موجود، المدرب المصري متواجد. يعني في النادي الاهلي الله يرحمه الكابتن جمال شمس واحد من اعلام خلينا نقول كرة اليد في جمهورية مصر وفي دولة الامارات، حقق انجازات هناك وحقق انجازات هنا، وكان معلم يعني لا يمكن نسيانه. مر على النادي الاهلي في دبي، اكثر مدرب حقق بطولات في كرة اليد في النادي الاهلي الله يرحمه كابتن جمال شمس. شوف الكرة اليوم اللعبة الشعبية الاولى. يعني رقم واحد في الامارات. في عندكم كمان اهلي زينا طبعا. والاهلي وعلى فكره الاهلي هذا تسمى على اهلي مصر. هاي القصه. هذا في نادي كان في الاهلي في دبي وسافر. سافر مصر اساس يعمل يعني لقاءات ومعسكر هناك، واستعان بلاعيبه من نادي ثاني موجود في دبي. وبعد ما ساروا رجعوا لدبي، حبوا يدمجون الفريقين مع بعض فسموهم الاهلي على الاهلي القاهري. ولونه احمر مثل لون برضه اهلي مصر. لون الاهلي مصر. والعلاقه بين الناديين هذه علاقه خلينا نقول متينه وقويه جدا بين الاهلي في الامارات والاهلي في لاعيبه كره مصريين كمان بيجوا هنا كتير بشوفهم. لا، اخر لاعب مر على النادي الاهلي المصري هو حسني عبد ربه. لاعب اسماعيلي، لعب في النادي الاهلي في بدايه عصر الاحتراف قبل حوالي 9 سنوات، ويعني وكان لاعب ناجح، حقق بالدوري وحقق كاس وحقق مع النادي الاهلي. فكان لاعب يعني مسيرته كانت مسيره جيده. فكان هذا اخر لاعب مصري لعب في النادي الاهلي في دبي من ناحيه كره القدم. لكن يمكن بعد النادي الاهلي السنه هاي لعب مباراه كاس السوبر في مصر، كانت مع فريق الجزيره اللي كسبها النادي الاهلي. واعتقد انها كانت وقفه جماهيريه من جماهير النادي الاهلي في مصر مع الاهلي دبي، لان اعتقد الاهلي في كل مكان يعني. اكيد لا يزعلون من الاخرين يعني. الحمد لله رب العالمين حققت في نجاح كبير، وحصدت في جوائز احسن يعني افضل مدير تنفيذي مرتين في السنوات اللي كنت موجود فيها، وحققنا انجازات كبيره في النادي الاهلي خلال فتره عمليه. من اهم الاشياء اللي لمستها في الامارات هي فكره ان انتم يعني بتحددوا الهدف وبتشتغلوا على الهدف بكل قوه. يعني حضرتك بتقول ان دخلتوا صناعه كرة القدم والاحتراف من 9 سنوات، لكن حددتوا الهدف واشتغلتوا عليه. بالضبط. اليوم هناك في شيء يسمونه الاداره بالاهداف. الاداره بالاهداف. احنا لابد ان اليوم احنا يعني انتهى زمان العشوائيه في العمل. هناك لابد ان يعني تكون اهداف. مفيش تقدم بعشوائيه. لا وانت تلاحظين اليوم في كل المؤسسات يعني في الدول العالم تلاقي هناك اهداف. كل مؤسسه تسعى لتحقيق هدف. يقول اهدافها تكون معلنه. زيد حلاها ضي والدرع راح دبي، الدرع هلاوي نور ديار الحي، في درب وراشد الشامخ النايد، من فكره النير الفضل لها عايد. زيد حلاها ضي والدرع راح دبي، الدرع هلاوي. ايه الكلمه اللي تحب توجهها لاصحابك وجيرانك اللي عشت معاهم في مصر واللي ما زال لك علاقه بيهم حتى الان؟ طبعا اول شيء امسي عليهم واتمنى انهم يشوفون. هتقول لهم ايه بالمصري؟ هتقول لهم ايه بالمصري؟ اقول لهم ايه بالمصري؟ اقول لهم يعني مصر عظيمه،
واقول لهم يعني احنا تعودنا عليكم وتعودنا على عشرتكم، فمن الصعب ان واحد ينساكم، ومن الصعب انكم تطلعوا من الخيال او من ذاكره الانسان. مصر الإمارات على شاشة المصرية برعاية صوت الشعب، بوابة إلكترونية إخبارية شاملة، ننقل الخبر من مصدره دون تزييف أو تحريف، نحقق في القضايا التي تشغل بال كل مواطن، نفتح نوافذ الأمل لكل رأي حر وطني شريف، نواجه المسؤولين في مواقعهم لكشف الحقائق. شعارنا المصداقية، وهدفنا أن نكون نبض الشعب. بوابة صوت الشعب لكل الشعب. رئيس مجلس الإدارة المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس التحرير محمد فتحي الشريف. في مركز مجدي يعقوب للقلب كل جنيه بتتبرع بيه مش بس بينقذ قلب طفل، ده بينقذ حياة عيلة. كل شعب من شعوب العالم له عاداته وتقاليده، واحنا النهارده معاكم مع شعب الامارات من ابو ظبي ومن قدام قصر الرئاسه. هنحاول النهارده اننا نفرجكم على معالم كتيره في ابو ظبي، وهنتعرف كمان مع بعض على اهم عاداتهم وتقاليدهم. مجتمع الامارات مجتمع مفتوح، رغم ده بيحافظوا برضو على عاداتهم وتقاليدهم. الفرح تحديدا في الامارات من زمان وهو قاعه للرجال وقاعه للسيدات، ما زال حتى الان بيعملوا نفس الاسلوب ونفس الطريقه. ممنوع نهائي تصوير داخل قاعه السيدات، وممنوع السيدات تتواجد في قاعه الرجال، والعكس صحيح. عشان كده عشان نقدر نحاول اننا نقتحم الفرح هنحاول مع بعض، لكن عن طريق زميلنا حامد، هو الوحيد الحقيقه اللي مسموح له انه يدخل ويصور معاكم. خليكم معانا. لو انا مش عايز تاني لازم اعمل له كده كده، يبقى انا مش عايز تاني. اوكي. خشمك يعني خشمك عليه السحاب. مرحبا مرحبا من سرترين جيت، ترحيب عد السحاب وعد التراب. مرحبا مصري واهلها. معاك اخوك الفنان علي التميمي طال عمرك. والنعم بكم والحاضرين كلكم. ونحن في غي اخونا، في غي المحامي ولد المحامي حامد المنهالي. تسمع بنظن هذول الرجال عز وفخر. تسمع طال عمرك ومن يقول عضداننا وعضدانه. تسمع طعم وذا الغي وذا الفرح عادات تراث تقاليد عندنا نحن. تسمع تشوف الحربيه فرقه خميس المقبالي. تسمع من وهالزين وهالدنيا وهالضي والعرب اللي جايين الساير والجاي والباب مفتوح والقلب مفتوح. الكم يا من القلب والروح
ها وان بغيت مني الروح اعطيتك انا الروح. جناكم من مصر عشان القلب الطيب هذا. وانت طيب ومصر وشعبها كله طيبين وريسكم كذلك، يعلى الله ان شاء الله يبعد عنكم الشر ويتاجي عليكم، وان شاء الله المجرمين كيدوا بنحورهم وتبقى مصر ام الدنيا، والله يسلم ريسكم ونايبه والشعب كله ان شاء الله من صغيره ولا كبير. تسمع طعم وفنانين مصر كلها. وعادل امام. عادل امام عادل امام هذا حبيبي، وسيد الزيان الله يرحمه بعد حبيبي. كان في عبد الله طال عمرك يسمونهم اخو عبد الله غيث. عبد الله غيث شفت انا مركز معك كيف؟ الله اكبر يا ابو التركيز انت. عبد الله غيث يا لهنيف يا اخوه حمدي غيث، هذول عمالقه الفن. تسمع طال عمرك يوهني ومثلوا في تلفزيون ابو ظبي في سنه 75 وانا كنت مشرف عام التراث في الاذاعه والتلفزيون. يونيه بجانب اني كمشرف عام التراث اني ممثل. بامر زايد الله يرحمه خلاني امثل. تسمع وطلب مسلسل ابو خرخاش طول عمر وشبع طماشه. طول عمر وشبع طماشه. انا سبعه في البر يشهدون علي واليريور البحر قطع بيديه يشهد سيفي والبندق يقول لي ما يصدقني. طول هذا مسلسل في 75 بطولتي. تسمع بعمرك وسيد الملاح صاحبي وصديقي. بعد انت الان تصور هذا التراث العريق، هذا التراث على فكره اللي اصر عليه واستمر لليوم. الله يرحمه ويغفر له ويغمد روح الجنه. قولوا امين. صاحب السمو الشيخ زايد الله يحفظه. هو اللي مشى على هذا التراث وابناء من بعده مشوا عليه ويأكدون عليه. هذا اللي تشوفه كله تراث. قول لي بقى انت جاي تحضر الفرح النهارده، فرح مين وازاي جيت حضرت؟ ده ابن اخويا يعني الاستاذ حامد المنهالي. طيب علاقة مصر بالامارات وعلاقة الشعب المصري بالامارات؟ والله هي تقريبا اقوى علاقه دلوقتي قايمه يعني في الوطن العربي يعني. اسمك ايه؟ رضوان. جاي تحضر فرح مع بابا؟ ايه رايك في افراح المواطنين هنا الاماراتيين؟ حلو. ايه القناه المصريه اللي جايه تشارككم العرس النهارده؟ والله مش غريب هذا الشيء على القناه المصريه، وانا ما اسميها مصريه، اسميها مصريه اماراتيه. وهذا مكانكم، مش يعني انه مكان جديد ولا غريب، وهذا الشيء مش غريب عليكم. انتوا دائما تحسون طال عمرك ان عائله واحده عن وياكم. مصر الامارات على شاشه المصريه برعايه